حبايب قلبي، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعلمكم ازاي تغلفوا هديه حجمها صغير بطريقه جديده وجميله، وبعد كده كمان هوريكم ازاي ممكن ننسقها داخل بوكس معاه ورد وشوكولاتات. فيلا بينا نبدا بسم الله. اول حاجه هجيب ورقه مقاسها 25 سم في 25 سم، وهبدا اتنيها كده اعملها زي شنطه. بعد كده هقص زيادات بالقطر، بس اوعوا وانتوا بتستخدموا القطر تتعوروا. هقص زيادات بالقطر وهلزقها بالدبل فيس، ودي بقى اصعب جزئيه بتقابلني. انا بقعد ساعة افك الدبل فيس من على الورقة، بياخد معايا مجهود طويل جدا ومش بعرف اعمله بضوافري، لازم اعملها بالقطر. هتنيهم بقى كده فوق بعض والزقهم. بعد كده هعمل الجزء بتاع الشنطه اللي تحت ده، عايزكم تركزوا فيه شويه. لو محتاجيني اعمل لكم ليه فيديو لوحده يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات. بعد كده بقى هلزق الجزء اللي تحت ده من الشنطه، وهجيب الهديه بتاعتي واحطها جوه، وهاخد القياس بحيث ان هي ما تكونش طويله قوي. هبتدي بقى اتني جزء كده ورا جزء، جزء ورا جزء، بس يا ريت تكون مسافه الجزء اللي بالتاني ده ما تزيدش عن سنتي عشان يبقى شكلها لطيف، لان هي كمان حاجه صغيره جدا. بعد كده بقى هقفلها بالطريقه دي كده، وهجيب شريط ستان. انا هنا اخترت شريط الستان الموف، طبعا ده هكرره في اتنين عشان دول كانوا هديتين منفصلتين يعني. واحنا هنا اخترنا اللون البينك او الوردي. عارفين ليه اخترناه؟ عشان اللون الوردي او البينك ده بيعتبر خليط كده بين اللون الاحمر واللون الابيض. الاحمر اللي هو بيعبر عن العاطفه وعن الحب، والابيض اللي هو بيعبر عن البراءه او النقاء، وده اللي بيخليه لون متوازن نفسيا كده، واللي يشوفه كده لازم يحس براحه نفسيه. انتوا كنتوا تعرفوا ان في بعض الحالات بيستخدموا معاها اللون البينك في العلاج بالالوان عشان يساعدوا الاشخاص ان هي تتعامل مع الضغوط النفسيه والعصبيه؟ وفي ثقافات كتير جدا بيعتبر اللون البينك ده رمز للحب الغير مشروط. زي مثلا في الهند في بعض الاماكن كده بتكون الامهات بتهدي اولادها ورد بامبي كنوع من التعبير عن الرعايه والمحبه. حتى برضو عندنا في الشرق مثلا يوم زي عيد الام ده بيكون اكتر يوم بيتباع فيه لون بينك من الورد، وكل واحد بيجي يهديه لمامته. عشان كده ده بيعتبر اكتر لون بيعبر عن الاعجاب والتقدير وعن الحب الغير مشروط. وحتى عندنا في الشرق برضو مثلا يوم زي عيد الام ده بيكون اكتر لون بيتباع هو الورد البينك، لان كل واحد بيجيبه لمامته هديه، عشان ده اكتر لون فعلا بيعبر عن الاعجاب والتقدير وعن الحب الغير مشروط. وكمان مع ارتباطه بقى بالانثى بشكل عام، فقررنا ان هو ده يكون لون تنسيق الهديه دي، اللي كانت من واحد لمراته بيهنيها فيه على ترقيتها في الشغل. في النهايه اتمنى تكونوا استفدتوا، واتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش لو عندكم اي اقتراحات او استفسارات تكتبوها لي في الكومنتات، انا طبعا بقراها كلها. لو عايزيني اكمل ما تنسوش تعملوا لي اللايك الجميل وتعملوا لي متابعة، وشكرا. اشوفكم الحلقة الجاية.